صباح الخير. طبقنا اليوم بطاطا قصبيه. تبعوا معايا الحلقه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال الاسرار، كيفاش نختاروا الانثى من الذكر في البطاطا قصبيه، وكيفاش نقيوها وكيفاش نطيبوها. ولكن الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه، جيم وبارطاج. بسم الله نبدا الفيديو. ربي سبحانه قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. هنايا عندنا جوج الانواع من البطاطا قصبيه، ذكر وانثى. هذا هو الذكر اللي تيكون طويل كيف ما كتشوفوا، وهذيك القصيره هي الانثى. القصيره كتكون والده، كيكونوا فيها بزاف ديال الروسه خارجين، والانثى هي اللي كتكون زوينه في الطياب ودغيا كطيب وكتذوب. هي علاش ديما تنجيبوا البطاطا قصبيه وتلقاو مشكل، كنلقاو واحد جهه طيبه او كنلقاو وحده طيبه وحده قاصحه. هذيك اللي تتكون قاصحه هي اللي كتكون ذكر، وللاسف بزاف ديال الاخوات ما تينتبهوش ليها، او ممكن ما يكونوش عارفين هذه المعلومه، كيختاروه لانه تيكون ساهل في التنقيه، ولكن في الاكل ديالو ما تيكونش زوين، تيكون باسل وقاصح، واخا تعيي ما طيبي فيه ما كيطيبش للاسف. سبحان الله، دائما الانثى كتكون احسن من الذكر في هاد الخضر والفواكه. مثلا الفلفله، الانثى كتكون احسن من الذكر. هذه هي الانثى اللي كيكونوا فيها 4 والذكر كيكونوا فيه 3. الانثى كتكون زوينه خصوصا في لي سالاد لانها كتكون حلوه. والدنجال هذه هي الانثى اللي كتشوفوا كتكون زوينه وما كيكونش فيها هذيك الزريعه وما كتكونش حاره. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو البطاطا القصبيه. هذه هي الطريقه كيفاش كنقيها بها. انا كنجرها، ولكم الاختيار، ممكن تنجروها لان هذا النجير فيه شويه الخدمه. الا ما قدرتوش عليها في النجير ممكن تنقيوها بحال كي كتنقيو البطاطا العاديه، غير هي غادي تدخلوا في هذوك الرويسات اللي تيكونوا خارجين، ما غاديش تبقاو محافظين على الشكل ديالها الاصلي. كيبدا كيتغير الشكل ديالها، وهي حلاوتها هو انه تبقى محافظه على هذاك الرويسات وهذاك الشكل ديالها، كتجي زوينه هكا وحلوه. نصبروا معاها ماشي مشكل لانها تستاهل. فوائد ديالها كتير بزاف، فهي مفيدة بزاف لأصحاب السكري وأصحاب القلب. فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم وكتخفض الكوليسترول. إلا جيت نكمل الفوائد ديالها ما غادي سالي الفيديو وهي ما غاديش تسالي. دخلوا قلبوا عليها باش تستافدوا منها، لأن الموسم ديالها هي خريفية، هي خضر خريفية وقريبة تكمل، قريبة تسالي. راه دابا شهر 12 راه صافي، راه قريبة تسالي، نستافدوا منها. هنا كملت التنقية ديالها وكندوز الطريقه ديال طبخ اللحم. هنا عندي الحيمات ديال البقري من الجهه ديال الكتف، عندي هنا مطيشه تكون طيبه مزيان حاكاها، وبصله متوسطه الحجم قطعها رقيقه بزاف، واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وملح حسب الذوق. دائما نحاولوا ما نكثروش الملح. معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الكركم. وهنا مخلطه الزيت النباتيه وزيت زيتون. دوزو لطريقه التحضير. فانا كيعجبني بزاف نطيب في القاميله وفي الطاجين. كندير الزيت وكنخليه حتى كيسخن، وكنرمي عليه هذيك البصيله وكنضيف عليها اللحم. وكنبدا كنقلي في هذوك الحيمات هكا حتى كيتغير اللون ديالهم، ما يبقاش اللون ديالهم احمر. عاد نبدا نضيف لهم المكونات الاخرين. هنا من بعد ما تقلى ليا الحيمه مزيان مع هذيك البصيله، كنضيف لهم هذيك المطيشه محكوكه، وكنضيف لهم توابل.
كندير القزبر والمعدنوس، مليحه، خرقوم او كركم، سكينجبير او الزنجبيل، فلفل اسود او البزار. هنا دائما المريقه ديالنا نقليوها قد ما قلينا المريقه قد ما كتجينا بنينه وكتجينا خضره. نعطيوها شويه ديال الخاطر في الاول ونقليوها، ودائما كيف ما عودتكم ملي نبغيو نبلو بالماء طايب، دائما نطيبوا الماء ودائما يكون هكا مقيريج حدانا فيه ميها سخونه طيبه ونبلو به باش هذاك اللحم ما كيعصاش معانا، لانه تيكون كيبدا في مرحله ديال الطبخ ديالو. ملي كتكبي عليه الماء بارد كيعصى بحال كتوقفي ليه ديك المرحله ديال الطبخ. هنا من بعد ما قليته كنقص عليه البوطه وكنغطيه واحد شويه. دائما كندير هاد الطريقه فاش كنكون كنقلي فيه كنغطيه عاد كنبلل. دابا غادي نبلل وغادي نغطيه ونقص عليه ونخليه يطيب حتى كيطيب، لان هذيك البطاطا دغيا كطيب ما كتاخذش معانا الطياب بزاف. كديري قياسك ديال الماء اللي غادي يطيب لك اللحيمه ديالك. الا نقص لك الماء وشفتي اللحيمه باقي ما طابتش زيدي شويه ديال الماء ما فيها باس. صافي كنغطي عليه وكنخليه يطيب على نار مهيله. هنا من بعد ما طاب معايا هذيك اللحيمه شوفي كي كتولي زبيده، حيت البطاطا قصبيه دغيا كطيب. خاصنا نطيبوا اللحم مزيان في الاول صافي، وكنضيف هذيك البطاطا كاملها، ومن بعد فاش كنضيفها كنبدا كنهز في ديك المريقه من الفوق وكنغطيها بها باش تجينا ملبسه بهذيك المريقه وتجينا بنينه. وهكا المرقه فيها توابل وفيها الملحه وفيها كل شيء. صافي كنخليو هذيك البطاطا قصبيه طيب. على ذكر الاسم ديال البطاطا قصبيه، هي تسمات بالبطاطا قصبيه لان الشكل ديالها بحال الشكل ديال جذور القصب. جدر ديال القصب داير بحال هكا. وعندها اسم اخر اللي هو القلقاز، ولكن الاسم اللي متعارف عليه عندنا في المغرب هي البطاطا القصبيه. هنا كنغطي عليها وكنخليها طيب. صافي هي راه دغيا كطيب، راه ما كتاخذش معايا بزاف ديال الوقت. هنا من بعد ما طابت معايا شوفوا كلها كتجي رطبه وهشيشه لان كانوا كلهم نتوات. وهذه لاصوص كتجي خاطره ديالها. وسبحان الله هاد البطاطا قصبيه عندها واحد المذاق خاص، لان التوابل هما نفسهم اللي كنديروا في المرقه ديالنا العاديه، ولكن سبحان الله كتعطي واحد النكهه خاصه. صافي هنا وكندوز للطبق ديال التقديم. كنقدمها على الطريقه ديال المريقه ديالنا المغربيه، والصراحه لا يعلى على الاكل المغربي. الاكل ديالنا ما كاين محسن منه، بنين وكل وقت وهذا. عنده الخضر الموسميه ديالو. وسبحان الله هذا الخضر معروفين كيكثروا عندنا في موسم الشتاء والخريف، عكس الفواكه اللي تيكونوا في الصيف والربيع. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم القناه ديالي والمحتوى ديالها اشتركوا فيها باش العائله ديالنا تكبر. جيم وبارطاج. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.